وسهلا ومرحبا بيكم في قناتي فرش عرايس للسوايسة. معاكم ايتن عبدو. قبل اي حاجة كده عايزة اقول لكم ان شقة النهاردة ما شاء الله اللهم بارك مفاجأة كده للكل باذن الله هتعجبكم قوي. هي شقة دوبلكس. يعني اتمنى ان انتوا بس تعملوا لايك للفيديو وكمان تشتركوا في القناة لو اول مرة تنوروني في قناتي، ولو عجبكم محتوى الفيديو اتمنى ان انتوا تعملوا مشاركة للفيديو ده مع اصحابكم. وانا نفسي جدا ان الفيديو ده يطلع ترند، اتمنى من الله ان انتوا تساعدوني على ده، لان فعلا الشقة دي انا تعبت فيها قوي وهتلاحظوا ده من الشغل اللي اتعمل فيها. تعالوا كده نبدأ اول حاجة بالريسبشن بتاع الشقة. ومبدئيا كده هي عندها الشقة دورين، شقة دوبلكس. اول ما دخلت الشقة دي اول حاجة لفتت انتباهي في الشقة الصراحة السلم حسيته محتاج كده لمسة، محتاج فكرة، محتاج حاجة كده تظهر جماله، لان بصراحة كان شكله رقيق جدا وشيك، بس كان في حاجة ناقصاه. تعالوا كده بقى ناخد جولة سريعة في الريسبشن كده وهوريكم كل حاجة بالتفصيل للناس اللي بتحب تتفرج على تفاصيل كل شيء. انا عايزاكم بس تصبروا معايا في الفيديو ده، باذن الله هتنبهروا من بقيه الشقه ان شاء الله. بجد بجد هتعجبكم قوي. هنا السجاجيد بتاعتها كانت جايباها كشمير في اوف وايت في كافيه. هنا الجزدامه بتاعتها، وده الكونسول. والستاير بتاعتها كانت رقيقه جدا، وحتى الوانها ما كانتش فيها الوان صريحه، كانت الوانها طبيعيه جدا وبيور. ده السلم ده بقى اللي خد معانا وقت طويل جدا في الشغل، لاني ضفت له كله كريستالات زي الكريستالات اللي بتبقى موجوده في النجف. بدأنا نعدها بالواحده، بتتجمع بالواحده، واضفت لها الكريستال الكبيره في النص وهوريكم شكلها بالتفصيل كان عامل ازاي. وفي بدايه السلم هنا حطيت لها الورود الفوم دول ونزلت لها منهم التل مع بعض اللولي كده في النص زي ما انتم شايفين كده. كان شكلها بسيط جدا ورقيق. حجم الورده ما كانش كبير، ممكن يكون بالنسبه لكم واضحه في الفيديو ان هي كبيره، لكن الورده كانت صغيره. وده شكل الكريستالات عن قرب كده، انا حابه اوريكم تفاصيلها. ده الشكل العام اهو. ده كان شكل السلم قبل ما يتعمل فيه اي اضافه. حبيت ان انا اضيف لها فكره جديده، فكانت الفكره ان انا عملت لها الكريستالات زي ما انتم شايفين كده. حابه اوريكم قبل وبعد، يعني انتوا بصوا متابعين معانا التفاصيل كامله يعني. طبعا انا كملت لها السلم بالكريستال لحد فوق. وده شكل الريسبشن، والستاير ما شاء الله اللهم بارك كانت ناعمه جدا وهاديه، ما كانش فيها شغل اوفر ولا الوان صريحه، الوانها كانت طبيعيه قوي. تعالوا بقى نبدأ هنا بالسفرة بتاعة العروسة ونقول ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يهني العروسين في حياتهم يا رب ويملاها بركة وفرحة وسعادة وحب وكل حاجة. العروسة دي كانت من أجمل العرايس برضو اللي اتعاملت معاها، روحها حلوة قوي، وهتلاقوا روحها دي موجودة بصراحة في كل تفصيلة موجودة في الشقة. كانت مساعداني ومديني مجال بصراحة ان انا اشتغل براحتي، كأني بشتغل في شقة اختي او بشتغل في شقتي. فلذلك هتلاقوني بعمل لها كل حاجة بحب. لو استمرتوا كده معايا للفيديو للاخر هتلاقوا حاجات كتير ان شاء الله هتعجبكم جدا. بالنسبة للسفرة حطينا عليها المفرش المربع ده، بس انا لميته لها من الجناب وحطيت لها عليه شيالة الكحك. وانا بصراحه بفضل ان شهاده الكحك تكون على السفره ما تكونش على ترابيزه الانتريه، لان لما بتكون على ترابيزه الانتريه وفي وجود اطفال بتبقى بتبهدل الدنيا، فالافضل ان هي تكون على السفره. وكمان علشان بيبقى طولها عالي قوي فبحسها مش مريحه للي بيكونوا قاعدين على الانتريه. هنا بقى النيش بتاعها والبوفيه. عجبني قوي ستايل المرايات بتاعه البوفيه، حسيتها شكلها رقيق جدا وبسيط. وده شكل النيش بتاعها. للعلم العروسة وهي حتى كمان كانت بتشتري النيش بتاعها من كتر ما هي بتسمع معانا في الفيديوهات ان السبوت او الليدات اللي بتبقى موجودة في النيش بتظهر جمال الكريستالات او الحاجات اللي بتبقى موجودة جوه النيش. اصرت وهي هناك ان الراجل يعمل لها فتحة في النيش ويضيف لها فيها السبوت، وفعلا عملها لها، وفعلا ما شاء الله اللهم بارك فرق جدا في شكل الحاجة. زي ما انتم شايفين الإضاءة دي بتساعد ان الحاجة تظهر بشكل أجمل. اول رفين تحت بدأت ان انا اوزع لها فيهم جزء من الطقم الصيني معاهم كاسات، فوق كاسات كشمير وتحت نزلت لها الكاسات السوداء عشان ما يبقاش فيه الوان صريحه فوق. اول رف فوق حطيت لها فيه طقم شربات مع طقم كاسات كريستال، تاني رف حطيت لها فيه طقمين كاسات كريستال، وبدأت ان انا اضيف لها معاهم الورود الاوف وايت الهاديه مع المفارش السيمبل. بصراحه هي كانت جايبه مفارش رقيقه جدا. تعالوا بقى نفتح البوفيه. كملت لها هنا في البوفيه بقيه الطقم الصيني في الضرفه الكامله دي، ووزعناه لها ببراح. انا ما بحبش التكديس، يعني مش بحب ان الحاجه تبان متكدسه وحاجات فوق بعضها كتير على الفاضي. كل ما كانت الحاجه بسيطه كل ما كان افضل. كان عندها هنا الصينيه السيلفر دي حاطط لها فيها الكاسات،
وحطيت لها نفس الورود الاوف وايت اللي انا حطاها في النيش، وتقريبا هي نفس الوردة اللي انا حطاها اصلا على السلم عند العروسة. هنا حطيت لها طقم العشاء ده كامل، وحطيت معاه شنطة المعالق. تعالوا بقى نتفرج على الضرفة التانية من النيش ونشوف احنا عملنا فيها ايه. فانا بحاول اوريكم من الزاوية دي كده الشكل العام للريسبشن. ده الشكل العام للنيش كامل. وعايزه اقول لكم نصيحه، يعني بلاش يا جماعه نجيب اطقم سودا لا في النيش ولا في البوفيه، عشان الاطقم السودا دي فعلا ما بتظهرش بالشكل يعني الليزر جمال الحاجه. اول رف فوق حطيت لها فيه طقم شربات مع اطقم كاسات، وهنا وزعت لها اطقم كاسات كريستال، وهنا حطيت لها طقم الشاي الاسود ودخلت معاه كاسات شفافه، وتحت دمجت لها مع بقيه الطقم الصيني الكاسات السودا عشان ندمج الطقم الشاي مع الطقم الصيني تحت. وبكده خلاص النيش والبوفيه بتاعهم خلصوا. تعالوا كده بقى نتفرج على بقية الريسبشن وبقية التفاصيل. وبحاول اصور لكم اهو بالراحة علشان الناس اللي كانت بتتضايق ان انا بصور بسرعة، بصور لكم باستفاضة اهو كل التفاصيل. بس بقى الستاير بتاعتها ما شاء الله اللهم بارك، كانت قد ايه ناعمة، كانت قد ايه بسيطة. شغل المكرمية اصلا راقي جدا ونازل موضة الفترة دي. والستاير بتاعتها كانت سادة في النص خالص، ومن تحت كده داخل فيها شغل بسيط جدا نفس لون الستاير نفسها. فكانت اللهم بارك كان شكلها راقي جدا. تعالوا بقى نكمل بقية الريسبشن، ومعانا دلوقتي الانتريه بتاع العروسة هنشوفه. هو دمج نفس الالوان اللي موجودة في كراسي السفرة، هي نفس الوان الانتريه بالظبط، نفس السجاد نفس الستاير، في تناسق ما شاء الله اللهم بارك في الريسبشن كامل. لو خدتوا بالكم هتحسوا ان عينيكم مرتاحة، يعني مفيش حاجة شاذة، تحسوا كل حاجة الوانها موحدة. هنا بقى الانتريه بتاعها كان برضو الوانه هادية قوي، كان دامج نفس الوان الكراسي اللي موجودة في السفرة. تعالوا بقى نتفرج كده على الانتريه بتفصيل. دي الكراسي بتاعة الانتريه، هي بس داخل فيها شغل قيمة من تحت كده بسيط. وعلى الترابيزة هنا حطت لها الوراقة وحطت لها البونبونيرة. ودي الكنبة برضو كان تفاصيلها بسيطة جدا، ما فيهاش يعني تفاصيل كتير، حتى الخدوديات بتاعتها كانت رقيقة. تمام. وده شكل الستاير، نفس الستاير بالظبط اللي موجودة في الريسبشن كامل. والمفارش بتاعتها ما شاء الله كانت ناعمة قوي. ده الباسكت كان برضو نفس الشكل بتاع الوراقة بتاعت المناديل، كان سيلفر برضو. تعالوا بقى ندخل على الغرفة دي، هي ليفينج برضو. كان فيها انتريه. انا عايز اقول لكم الاوضه دي الله اكبر كانت من اكتر الاوض اللي كانت عجباني قوي في الشقه عموما. شغل الجبسون بورد بتاعها كان مميز، لذلك انا بنور الاضاءه معاكم واحده واحده. بصوا كده على تفاصيل الجبسون بورد، هو تحسوه نازل زي السلم تدريجي، يعني مش مستقيم، نازل بكيرف. بصوا كده، انا هوريكم برضو شكل الجبسون بورد بتاعها من زاويه تانية كان عامل ازاي. ما شاء الله اللهم بارك، كان الشكل الجبسن بورد وتفاصيل الالوان بتاعتها كانت ناعمه جدا وهاديه. بلاش نجيب الوان صريحه، كل ما كانت الالوان هاديه يا جماعه كل ما بيظهر جمال المكان عندنا اكتر بشكل افضل. بصوا كده شكل الجبسن بورد عامل ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يهنيهم يا رب في حياتهم، يملى شقتهم كلها بركة يا رب وسعادة وفرحة بإذن الله. بجد كانت عروسة وتستاهل كل خير، وتستاهل فعلا منكم دعوة حلوة. ادعوا لها كده يا جماعة ان ربنا يا رب يهنيها في حياتها، اللهم امين يا رب العالمين. مبدئيا هنا ترابيزة السكر دي عجبتني قوي، انا ما كنتش حابة احط عليها مفرش، بس هي كانت جايبة الفرو ده اضافة كده، فانا حطيته بكيرفين بحيث ان انا اظهر شكل الترابيزة، وفي نفس الوقت الفرو يديلها لمسة كده مع الانتيكات اللي موجودة عليها. اما هنا الكنبه البيج الفاتح دي حبيت ان انا ادمج مع الخدوديات الغامقه مع الفاتحه، وكانت هي جايبه الفرو دي حطيناها في النص. التابلو اللي كان موجود كان رقيق جدا، والوانه كمان كانت دامجه الالوان اللي موجوده عموما في الغرفه. بحب قوي الانتريهات او الستايل اللي بيكون فيها رجول المعدن نازله موضه قوي الفتره دي، وبتدي شكل بصراحه شيك قوي. دي الكراسي بتاعه الانتريه، حتى الخدوديات كان داخل فيها شغل المعدن، اكسسوارات المعدن اللي داخله فيها كانت برضو مديها لمسه حلوه قوي. والسجاده كانت تقريبا دامجه معظم الالوان اللي موجوده في الانتريه.
انا هحاول كده اوريكم شكل كمان ترابيزة الشاشة. كان فيها الدرجين دول لونهم ذهبي، فكانت برضو دامجة الالوان اللي موجودة في الرجول بتاعة الانتريه. هنا الشاشة، والترابيزة نفسها كانت MDF، وكان موجود عليها هنا الانتيكات. بدأت ان انا ادمج يعني الجنبين يبقوا زي بعض. هنا حاطط لها شموع مع القطع الخشب دي، وهنا برضو حاطط لها شموع جنبها برضو قطع خشب، وفي النص وزعت لها بعض الانتيكات كده البسيطة. والله يا جماعة فعلا ما شاء الله الحاجة في الطبيعة كان أجمل وأرقى بكتير كمان من التصوير. التصوير فعلا بيظلم جمال الحاجة أو جمال الشقق. بحاول أوريكم هنا زاوية أوسع، بس اللهم بارك الله أكبر، فعلا كان مميز قوي وعجبني فعلا شغل الجبسون بورد بتاعها مش تقليدي. يعني بما إني كنت دايما ماسكة صفحات ديكور كبيرة، فكنت بنزل موديلات من الحاجات اللي زي دي، بتابع دايما الترندات في كل حاجة. فكان بالنسبة لي بصراحة يعني أول مرة تشوفها. تعالوا كده بقى ندخل على غرفة الأطفال. هي مبدئيا عندها غرفتين، غرفة أطفال تحت، غرفة استقبال للضيوف أو للأهل تحت، وغرفة أطفال فوق. فهندخل بقى نشوف الغرفة اللي تحت، وبعد كده نطلع نشوف الغرفة اللي فوق إن شاء الله. هنا الجزامة بتاعتها برضو كان تفاصيلها عجباني، كانت شبيهة لغرفة نوم كده كنت فرشاها العروسة، كان فيها نفس التجزيعات أو البروز اللي فيها دي، كانت شكلها ما شاء الله حلو قوي. وتعالوا بقى ندخل على اول غرفة. هي غرفة شبابي مش غرفة اطفال. عملت لها هنا عليها الرموش البيضة دي، وحطت لها كده الوردتين اللي لونهم اوف وايت مع الفروع الخضراء. نفس الرموش هتلاقوها موجودة على الحيطة جوه، كانت جاية هدية للعروسة ولزقناها كده في نفس المكان ده في الحيطة. هتعجبكم جدا ما شاء الله اللهم بارك. الوان الاوضة دي يمكن هي عاملة بس المميز فيها الحيطة الخلفية اللي هي فيها الالوان. ما شاء الله اللهم بارك، تناسق رهيب جدا في الغرفة دي. ستاير مسجات بدهانات، نفس ستايل اللي موجود في الدولاب بتاعها، حلوة قوي اللهم بارك. بصوا السجادة لو هي مفصلاها مش هتطلع بالشكل ده. ما شاء الله نفس ستايل المثلثات كده بالالوان، تدريجات الالوان. وللعلم هي كانت جايبة السجاد بتاعها من عند ريد كاربت هنا في السويس، وبرضه هو ليه فروع في القاهرة. ده المكتب، وكده زي في جزء فوق كده فيه رفوف وفي ضرفة. هنا حاطط لها الانتيكات، والدباديب والحاجات الخاصة بغرف الأطفال. وبدأت ان انا احط حواليها الفايبر، قطعت الفايبر كده ووزعته بالشكل ده، كان مديها شكل حلو قوي. طبعا الرفوف اللي زي دي مش بتحط فيها مفارش، والافضل ان هي ما يتحطش، فممكن تحط لها لمسة بسيطة يديها شكل جمالي اكتر. ما شاء الله الأوضة كانت جميلة جدا. هي غرفة شبابي بسيطة جدا ما شاء الله. المفارش بتاعتها برضو كانت سيمبل خالص، ما كانش فيها الوان. طبعا الاوضه فيها الوان كتير، فكان اللون بتاع المفرش برضو موافق ان هو فاتح، فمديها وسع ومديها منورها يعني. خصوصا ان الكابوتونيه بتاع السراير نفسه كان لونه غامق. بالنسبه لشغل الجبسون بورد والالوان بتاعته برضو كانت هاديه جدا وما شاء الله كان شكله راقي جدا وبسيط. عجبتني كمان فكره المرايه دي، هي منها مرايه ومنها ضرفه. حطيت جنبها البوكس ده وحطيت فيها الخروف وورا طمطم، وعملت لها هنا البلالين اللي هي الشفافة وداخل فيها الجليتر، وحطت لها عليها الفيونكات الكشمير زي ما انتم ما شايفين ما شاء الله. الستاير برضو كان فيها نفس المثلثات او فيها نفس الستايل بتاع الغرفة والسجاد، ما شاء الله في تناسق رهيب يعني اللهم بارك. هنا بقى في الضرفة دي حطينا فيها الشوزات وحطينا فيها بعض الشنط، وبقية الشنط وزعناها في الدولاب ووزعناها في الدرف التانية. تمام كده. انا بحاول بس اوريكم شكل البلالين كانت عاملة ازاي. عايز اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك، الغرفه في الطبيعه فعليا كان شكلها مبهج جدا. تحسوا فيها يعني تخشي كده تحسي فيها فرحه ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يهني العروسه دي في حاجاتها بجد، كان ذوقها عادي قوي. كانت مساعداني العرايس اللي زي كده فعلا بيساعدوني ان انا اشتغل شغل احسن. هنا بقى في الضرفه دي اول رفه حطيت لها فيها البطانيتين والحاف، وفي النص هنا وقفت اللحاف على الشماعه، اللحاف التاني. وبدأت ان انا اوزع لها بقية المفروشات التانية. تحت هنا حاطط لها الكوفرتايات التركي، وفي النص دفايات للأطفال، وهنا كوفرتايات، وهنا حاطط لها الملايات مع بعض الفوط بتاعة الأطفال. وزي ما انتم شايفين هنا بقى ربطت لها بالشرايط ودخلت لها معاها حاجات فيها زي جوبير كده فيه كور. تمام. عجبني اوي ستايل الضرفة دي في الدولاب، المثلثات اللي موجودة عليها كان ما شاء الله شكلها لذيذ. هنا حطينا بقى مفارش للسرير الكبير، حطينا
المفرش الدفاني بيتي ومعاه دفاية، وحطينا كمان كوفرتات، وبكده خلاص الدولاب معانا خلص، او الغرفة عموما معانا خلصت. هنديكم بس نظرة سريعة كده للغرفة وهنطلع نكمل معانا بقية الشقة. احنا لسه معانا الدور اللي فوق ما طلعناش خالص لسه هنطلع ان شاء الله الدور اللي فوق بس بعد ما نشوف الحمام والمطبخ اللي موجودين في الدور السفلي. بعد كده بقى ان شاء الله هنطلع في الدور العلوي نتفرج على بقية الشقة كاملة. انا مدياكم التفاصيل اهو عشان الناس اللي كانت بتتضايق ان انا بطلع من غرفة اخش في غرفة تانية، مش بوريكم التفاصيل وانا داخلة على الغرف. فانا دلوقتي مورياكم تقسيمة الشقة كاملة. هنا بقى معانا هنا حمام الضيوف، طبعا جنب غرفة الضيوف ما شاء الله اللهم بارك. حتى الجبسن بورد اللي معمول شغل السيراميك، كل حاجة كانت رقيقة جدا. بس نصيحتي انا عموما لاي عروسة بتبدأ تفنش شقتها، نصيحة ما تجيبيش السيراميك في الحمام خصوصا او في المطبخ سيراميك الخشن، خليكي في حاجة تكون الى حد ما فيها لمعة عشان يبقى سهل عليكي تنظيفها. بس طبعا اللي هو المات ده بيبقى اشيك بكتير وشكله ارقى. هنا بقى كانت عاملة وحدة تحت الحوض، عجبتني ما شاء الله مساحة الوحدة ان هي كبيرة فاستوعبت معانا حاجات كتير. يعني حطينا تحت اطباق الغسيل وحطينا منظفات وكذا حاجه ما شاء الله. هنا عملت لها بقى البوكس ده وحطيت لها فيه الفوط، وعملت لها كده زي شرايط حمراء عليه والشموع الحمراء والورود البيضة بالفروع الخضراء مع الجبير. وحطيت لها الدواسات برضو، حتى الدواسات ما شاء الله كان الوانها متناسقه مع الوان الحمام. يمكن اللي كان مطرقع على الحمام شويه الشموع الحمراء وشغل الحاجات الحمراء اللي احنا حطيناها في الحمام، لكن الحمام كله ككل كان سيمبل جدا. وهنا عامله وحده شاور، عاملة هنا البانيو القدم ومقفلاه بإزاز سكريت. تعالوا بقى ندخل على المطبخ. وزعنا هنا تابلوهين كده صغيرين، وهنا المطبخ معانا ما شاء الله اللهم بارك. في المطبخ بقى هي تقريبا كانت عاملة السيراميك فيه لمعان زي ما انتم شايفين، سهل لحد ما ان هو يتنضف، لكن السيراميك في المات في المطبخ بالذات بيبقى معاناة ان انتي تنضفيه. تعالوا بقى نتفرج ما شاء الله اللهم بارك على المطبخ بتاعها. للناس اللي بتسألني دايما المطابخ بتاعة العرايس دي ايه او نوعها ايه، هي عاملة المطبخ بتاعها اكليريك. طبعا ما شاء الله اللهم بارك المطابخ الاكليريك بتكون شيك جدا وتبقى لمعتها حلوة، بس بتبقى عايزة معاملة خاصة، يعني عايزة معاملة بحرص علشان الاكليريك من بره بيبقى لمعته لو اتلمع او اتغسل بحاجة خشنة او حاجة ممكن يتجرح، وده بيسبب طبعا ان هو بيبقى شكله فيما بعد مش حلو. فالنصيحة مني لأي عروسة هتعمل اكليريك خلي بالك، خلي معاملتك مع المطبخ تبقى حساسة جدا، تعاملي معايا بالراحة علشان ما يتبهدلش منك وفي الاخر ما يبقاش الشكل النهائي بتاعه وحش. بس هي المطبخ بتاعها ما شاء الله اللهم بارك الوانه كانت هاديه جدا وشكله ما شاء الله اللهم بارك راقي. التلاجة بتاعتها كان نوعها سامسونج، كان فيها هنا ديسبنسر، وزعنا عليها بعض الانتيكات كده اللي هي بتتلزق على التلاجة. هنا وزعت لها اللي هي الشماعات دي، حطيت لها عليها الادوات بتاعه التنظيف، والضرفه دي كانت عموما لادوات التنظيف. تعالوا بقى نفتح الظرف كده ونتفرج على الحاجات اللي حطيناها في المطبخ. الضرفة دي كانت اخر ضرفة انا فرشتها في المطبخ، فحطيت فيها الحاجات اللي كانت باقية من المطبخ، هي والضرفة اللي فوق التلاجة. حطيت فيها هنا العلبة البلاستيك دي اللي بتحط فيها التورتة، وواحدة تانية ازاز، علشان لو العروسة جابت تورتة او جاتوه او حاجة وحابة تحطها في التلاجة تبقى فوق ايديها على طول، سهل ان هي تناولها وترجعها تاني في نفس المكان. على الرخامة هنا حاطط لها الحاجات البسيطة دي، ما وزعناش حاجات كتير. دمجت الالوان، يعتبر معظم الالوان اللي موجودة على الرخامة حاجات داخل فيها اللون الاحمر ودرجات الخشبية. هنا بقى حطينا طبعا المفارش اللي هي كانت جايباها مفارش لونها متناسق مع لون الخشب جوه، حطينا اطقم الحلل بتاعتها كلها وزعناها على الرفين. تمام. ودخلنا معاها ستاند الكنك واللبانات والحاجات اللي زي دي عشان ما يبقاش فيه كركبة على المطبخ من فوق. اما هنا بقى وزعت لها الطاسات كلها والصواني والقوالب بتاعه الفرن زي ما انتم شايفين كده ورا بعض، بحيث ان هي برضو يبقى سهل عليها ان هي تتناولها وكده بتبقى الحاجه كلها واضحه بالنسبه لها. هنا حطيت لها القطاعات وصواني التقديم كلها قدام بعض، وكمان هنا حطيت لها علب التلاجة برضو عشان يبقى سهل عليها ان هي تستخدمها بسهوله. وبكده يعتبر معظم الحاجه قدامها واضحه في الادراج، يعني الادراج بالنسبه لي لا عمليه اكتر كتير بالنسبه لي من الظرف. هنا حطيت لها الحلل البايركس والقوالب البايركس والاطباق البايركس الغويطه.
يبقى الحاجات البايركس كلها مع بعض في ضرفه واحده، هي كانت ضرفه كنزه. اما دي الضرفه الزاويه اللي هي بتبقى عميقه لجوه، وزعت لها فيها البلاستيكات بالافضليه، يعني الحاجات اللي هي تحتاجها اكتر خليتها لها على الوش، والحاجات اللي مش هتحتاجها كتير دخلتها لها من جوه. اما هنا بقى وزعت لها الرفايع، هي كانت جايبه هنا منظم بتاع الرفايع، بدات ان انا اوزع لها فيه السكاكين والحاجه. يعني انا عاده بحب ان انا اقسم الحاجه اسلحه وادوات تانية، بس هنا يعني مساحه الادراج برضو ما كانتش مساعداني، فوزعت الحاجات معظمها يعني اللي ينفع في اي درج دخلته بصراحه. وهنا اخر درج بقى خلت لها فيه الفوط كلها مع بعض، فوط المطبخ اللي هي بتنشف فيها ايديها، مش فوط التنظيف يعني. تمام، كلهم قريبين من البوتاجاز بتاعها. وهنا بقى حاطط لها طقم التوزيع او طقم التوابل، وجنبه طقم السكاكين كان نفس اللون بالظبط، ما شاء الله ان دي كانت حاجه كويسه، والوانهم برضو كانت متناسقه مع الوان المطبخ عندها. هنا حاطط لها طقم الستاند المجات ده، وجنب الميكرويف الناحيه التانية حاطط لها الستاند بتاع المعالق الخشب. الميكرويف بتاعها كان نوع كينوود، وكانت الغساله بتاعتها كانت نوعها وايت ويل. خلي بالنا بقى موضوع وايت ويل ده، عشان وايت ويل يعني فيها مشاكل كتير بسبب الصيانة بتاعتها. البوتاجاز بتاعها كان نوع زانوسي، والغسالة بتاعتها كان نوعها سامسونج. تمام، تعالوا بقى نفتح الظرف اللي فوق ونشوف احنا رصينا لها الحاجة ازاي. مبدئيا ده شكل الظرف من بره، وهنفتح ضرفة ضرفة كده ونتكلم عن الحاجات اللي فيها. الضرفة دي حاطط لها فيها طقم كاسات لونه اسود، وطقم تاني معاه كاسات وكوبايات سادة ومقلم بس بأبيض. وهنا حاطط لها طقم عشا لونه اسود، وجنبه مجات لونها ابيض في اسود، دمجتها من الاتنين مع بعض. هنا بقى في المطبقية بتاعتها بدأت ان انا اوزع لها طقم العشاء مع كوباية مية وكوباية شاي وكوباية قهوة وكوباية عصير، ودي يعتبر الحاجات اللي هتستخدمها للضيوف، مع الكاسات طبعا اللي موجودة في الظرف. اما بالنسبه للضرفه دي حاطط لها طقم الشربات وفناجيل القهوه الخاصه بطقم العشاء اللي انا حاطته لها في المطبقيه. وهنا حاطط لها كاسات مع اطقم خشاف صغيره وكبيره. هنا بقى كان في فتحات كده بدات ان انا اوزع لها فيها الزرع الاخضر مع المجات اللي مرسوم عليها عروسه وعريس، شكلها عجبني قوي فدمجتهم الاتنين مع بعض في الضرفه. كنت ممكن اكتفي بس بالزرع او بالمجات. هنا بقى بدات ان انا اوزع لها الطقم ده كامل مع بعض، هو ده طقم عشاء تاني كامل. وزعتهم في الضرفة الكبيرة دي لان ما شاء الله الضرفة كبيرة وغويطة، فحبيت ان انا استغل المساحة اللي فيها، وكمان عشان يبقوا الاتنين مع بعض في ضرفة واحدة، هي حابة تاخد منهم اي حاجة يبقى سهل عليها ان هي تتناولها. دي الناحية التانية من الناحية اللي انا وريتها لكم، هو عامل لها في الناحيتين نفس الشكل، وزعتهم زي بعض بالظبط. هنا حاطط لها فوق طقم السمك ومعاه بعض الكوبايات، وتحت طقم شوربة ومعاه بعض الكوبايات. هنا بقى وزعت لها الاجهزه. هنا الكيتشن ماشين بتاعها كان نوع كينوود، ومعظم الاجهزه اللي عندها كانت كينوود، المضرب والهاند بلندر كان كينوود برضو، وهي ماركه كويسه جدا، وانا نفسي عندي منها اجهزه ما شاء الله ممتازه يعني. تمام، تعالوا بقى نفتح بقيه المطبخ. مبدئيا هنا في ضرفتين ازاز قدام بعض، عملت الاتنين تقريبا زي بعض بالظبط. انا هوريكم، بصوا يعني مدخلين الالوان مع الحاجات الشفافه. كنت الاول مدخله اسود مع شفاف، فهم حسوا ان الاسود كان هادي زيادة عن اللزوم، دخلنا بقى الالوان مع الكاسات الشفافه دمجناهم مع بعض مع الفناجيل بالاطباق بتاعتها اللي موجود عليها رسمه البومه، فالاتنين اصبحوا شبه بعض جدا وكانوا الوانهم متناسقه مع بعض. تعالوا بقى نفتح الظرف اللي فوق. هنا حطيت لها طقم شربات كامل، هو فيه كوبايات كبيرة وكوبايات صغيرة وكوبايات صغيرة كمان زي كوباية القهوة، ودخلت معاها كوبايات عادية. وكانت هي عاملة الصينية دي صينية الخطوبة بتاعتها، كان فيها الكاسات، حطت لها دمجت معاهم الكاسات اللي داخل فيها الورود الصفرة. تمام، هنا بقى حطت لها طقم شربات سادة، ومعاه الكوبايات اللي هي كوباية العصير وكوباية مية عادية. وبكده خلاص المطبخ معانا خلص كده. تعالوا بس ناخد جولة سريعة في المطبخ، هناخد الشكل العام للمطبخ كان عامل ازاي، وهنطلع بقى نكمل الجزء التاني من الشقة، ونطلع بقى على السلم كده ونشوف ايه اللي موجود فوق بإذن الله مع بعضينا كده. اهو انا بص سايبه لكم التفاصيل كلها. هنا كانت في ترابيزه هيتعشوا عليها او هيتعمل عليها الاكل، ترابيزه خاصه بالمطبخ. دخلت جواها الكراسي، ما كانت جايبه كرسيين خشب دخلتهم جوه الترابيزه عشان ما يبقوش ظاهرين من بره. وبكده الدور الاولاني معانا خلص خلاص. تعالوا كده نطلع على السلم بتاع العروسه ونشوف الجزء التاني من الشقه. ما شاء الله اللهم بارك عملنا فيه ايه. ناخد بس كده نظره سريعه تاني على السلم والشغل اللي احنا عملناه فيه. انا هحاول كده اظهر لكم الحاجات اللي انا عملتها.
للعروسة على السلم. عايزة اقول لكم ان هي فرحت جدا بالسلم ده بعد ما اتعمل، وبصراحة فعلا كل اللي دخل، يعني التصوير فعلا ظلمه، كل اللي دخل الشقة ما شاء الله اللهم بارك فرح جدا بشكل السلم، وحسوا ان في فعلا تغيير في شكل السلم خالص. تمام، انا بوريكم كده الشكل اللي عندي، وهنطلع دلوقتي نتفرج على الجزء التاني من الشقة. يلا بينا. هو السلم بتاعها كان خشب، بس كان مرهق جدا في تنظيفه، يعني بصراحة حتى العروسة نفسها قالت لي انصحيهم ان هما ما يعملوش سلم خشب او يعملوا سلم كده، لان بيلم ترابة جامد، وهو عشان غامق اقل شوية ترابة فيه بيبانوا. عاوزة اقول لكم ان هما نضفوه بصراحة كذا مرة، يعني حرام مش مرة واحدة تنضف السلم ده، تنضف كتير جدا. وده لها يا جماعة دعوة حلوة ان ربنا يهنيها يا رب في حياتها بجد، والله العظيم بجد 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 العروسة دي كانت عسل قوي. انا حبيتها قوي، واسمها على اسمي على فكرة. ومن اول ما كلمتها، من اول ما اتكلمنا انا وهي وبعتت لي الفيديو بتاع الشقة، وانا فعلا حباها قوي لدرجة ان انا مسمياها، يعني بالنسبة لي من الاسماء المميزة عندي على الموبايل. حتى اخواتها ومامتها واهلها بصراحة كلهم كانوا ناس محترمة جدا جدا، تحياتي ليهم كلهم، انا كنت سعيدة بمعرفتي بيهم الصراحة، وشرف ليا معرفة الناس زي دي بصراحة. اللهم بارك، ربنا يا رب يكمل فرحتهم جميعا على خير. تعالوا بقى نطلع على الدور التاني ونشوف. وشايفاكي يا اللي لسه ما عملتيش لايك لو لسه ما عملتيش لايك ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، انا نفسي الفيديو ده قوي قوي يطلع ترند، فانتوا اللي هتساعدوني على ده. ولو عجبك محتوى الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة، وكمان تعملي مشاركة للفيديو لاصحابك لو حاسة ان محتوى الفيديو عجبك. ده الجزء التاني من الشقة. لو خدتوا بالكم هتلاقوا هنا المساحة اقل من تحت، هم عندهم هنا عاملين زي فراندا كبيرة. تمام، وده الباب بتاعها اللي موجود على اليمين هوريهولكم. عملت لها هنا حتى في الفتحة دي كده كريستالات، نزلتها 3 اجزاء كده مع بعض متدرجين. تمام، والمفروض ان يعني القطعة دي كانت المفروض هتخش جوه الفراندا، بس الفراندا كان الدنيا بتمطر وكان الجو مطرب بره، فما كانش ينفع ان احنا ندخلها فيها، فلذلك انا حتى ما قدرتش ان انا افتحها واصورها لكم. بصوا بقى حتى الستاير اللي في الدور التاني برضو قد ايه رقيقة وناعمة خالص، ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا بقى ندخل لغرفة النوم بتاعة العروسة، وهتلاقوا نفس الفكرة بتاعة الكريستالات موجودة في غرفة النوم، بس يعني انا يعني الفكرة كانت جايالي من قبل حتى ما ادخل غرفة النوم خالص. عملت لها هنا حرف الايه على باب غرفة النوم، ودخلت لها معاه السنابل ورود رقيقة جدا لونها اوف وايت مع الفروع الخضراء، وده كان الشكل العام للتزويق اللي انا عملته للحرف، اتمنى يكون شكله عجبكم. الحمد لله هو نال اعجاب العروسة، بس طبعا جدا جدا بيهمني رأيكم. تعالوا بقى ندخل كده ونتفرج على غرفة النوم بتاعة العروسة، ونقول ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يهني العروسين في حياتهم يا رب. شغل الجبسون بورد كان بسيط جدا، ما كانش اوفر، حتى توزيعة الاضاءات بتاعته كانت لذيذة جدا وبسيطة. شايفين قد ايه السيراميك لما بيبقى هادي مفهوش تفاصيل كتير بيبقى فاتح، وكمان السجاد بتاعها كان كشمير برضو فاتح وهادي قوي ما شاء الله، ما كانش غامق كده وواضح. تفاصيل الغرفة كانت بسيطة جدا وسيمبل. وتعالوا بقى ناخد جولة الأول كده في الغرفة ونتفرج عليها كاملة، وبعد كده نشوف تفاصيل كل حاجة واحدة واحدة. أنا بحاول الأول إن أنا أديكم نظرة عامة للغرفة، وبعد كده ندخل على التفاصيل على طول. مبدئيا ده شكل السرير بتاع غرفة النوم. السرير كان ما شاء الله هادي جدا، والمفرش برضو كان ناعم وبسيط. التسريحة بتاعتها كان نازل فيها نفس الفكرة بتاعت الكريستالات، بس والله يا جماعة الكريستالات دي كانت في بالي من قبل حتى ما اطلع الدور التاني واشوف الغرفة اصلا. على التسريحة هنا وزعت لها بعض البرفانات مع الالوان متناسقة مع بعضها، وحطت لها هنا علبة الفرش دي وحطت لها فيها الفرش، مقابل ليها بان هي لونها سيلفر حطت لها المراية السيلفر دي، كان ما شاء الله شكلها شيك قوي. وحطت لها وراها علب الميك اب، وحطت لها الهيد بتاع على علبة الميك اب اللي كان عليها وش بنت، وحطت قدامها النضارة، ودمجت بقى الالوان اللي هي الذهبي مع النضارة ومع علبة البرفن دي. وتحت هنا حاطط لها برضو الحلق النجوم ده عشان برضو ادمج الالوان كلها مع بعض. هنا بقى حاطط لها الستاند بتاع الميك اب، وزعت لها عليه بعض الميك اب بتاعها، وحاطط لها جنبها اللي هي البنت دي او المانيكان اللي بيتحط عليه الاكسسوارات. انا مش بحب ان هو يتحط عليه اكسسوارات كتير، فحطينا حلق واحد واكتفينا بيه. هنا حاطط لها بعض البرفانات، وفوق برضو نفس النظام، البرفانات اللي الوانها متناسقه مع بعض، فوق حاطط لها البنكات والالوان اللي هي الشفافه مع بعض. وتحت هنا في الجناب برضو وزعت لها بعض البرفانات.
وبكده خلاص التسريحة معانا خلصت. تعالوا بقى نتفرج على السرير بتاع غرفة النوم. ما شاء الله قد ايه ناعم وبسيط جدا. المفرش كان في منتهى الرقة، وانا بحب المفارش البسيطة. حتى المفرش بتاع الكومودينات برضو كان ما شاء الله رقيق. وللعلم المفرش بتاع التسريحة احنا حطينا جزء صغير منه، يعني ما حطيناهوش كله. انا حطيت جزء بس في المقدمة، والباقي كنا رامينه ورا التسريحة اصلا يعني. آه بص التفاصيل بتاعة المفرش قد ايه هادية. هنا بقى كانت حاطة الشاشة والتكييف، وهنا كان الستاير بتاعتها، وده شكل الدولاب. هو فيه مرايات كده، والمرايات بتاعته فيها تقليمة كده بسيطة. تعالوا بقى نفتح كده ونتفرج على المفروشات اللي موجودة في الدولاب. زي ما انتم عارفين انا ما بصورش الملابس بتاعة العروسة، فلذلك مش هتشوفوا غير المفروشات بس. حاطط لها هنا في النص اللحاف الفايبر ده، وحاطط لها في الجناب هنا كوفرتايتين، والناحية التانية برضو حاطط لها كوفرتايتين. وحاولت ان انا انسق الفرش بتاع الاتنين مع بعض. ودخلت لها هنا الخيش مع الفروع سوري، مع الشرايط الاوف وايت. اما هنا بقى حاطط لها الملايات بتاعتها، الملايات السادة في جنب، والملايات المشجرة في النص. وحطت لها الفوط في الجنبين، وربطت لها هنا الملايات كده بشرايط خيش ومعاها شرايط جوبير. وفي النص برضو نفس النظام، وحطت لها عليها الورود الفوم الاوف وايت مع بعض الفروع الخضراء البسيطة مع الخيش. عايزه اقول لكم والله فعلا تصوير بيظلم حاجات كتير قوي. التفاصيل دي ما شاء الله في الطبيعة جميلة اللهم بارك. في بقى حاجة نسيت اقول لكم عليها على التسريحة، هو ده شكل المفرش. زي ما قلت لكم المفرش كان مرمي نصه لورا. وهنا كانت اخت العروسة عاملة فكرة حلوة جدا. عارفين المنظمات او اللي هي السبيتة بتاعة الفكس الصغنونة دي، كانت لفها لها بقطيفة كده، وكانت عاملاها لها للاكسسوارات. فعجبتني قوي الفكرة، حبيت اوريها لكم. وبجد تحية لاخت العروسة، لان هي برضو ما شاء الله كان ذوقها عالي قوي، وكان عندها افكار كتير حلوة. ولو عجبتكم الفكرة وحابين ان انا انفذها لكم في فيديو بالتفصيل، ان شاء الله بكتبوا لي في الكومنتات وانا هبدأ اعملها لكم. هي فكرة بسيطة جدا ومش هتكلفك كتير. تعالوا بقى ندخل على غرفة الاطفال التانية ونشوف شكلها عامل ازاي. زي ما انتم شايفين ما شاء الله في تناسق في الستاير بتاعتها، وقد ايه الستاير كانت هادية جدا وبسيطة. هنا حطينا التابلوهات دي كانت جايباها لغرفة الاطفال، بس احنا فضلنا ان احنا نحطها هنا في الطرقة. عملت لها هنا فكرة جديدة في غرفة الأطفال بتاعتها. والغرفة دي من أول ما بعتت لي فيديو الشقة علشان أشوفها قبل ما أجيلها، كانت شداني جدا الغرفة دي ما شاء الله اللهم بارك. هنتفرج عليها بتفاصيلها، بس هوريكم الأول أنا عملت لها إيه هنا على باب غرفة الأطفال. عملت لها هنا سحابة كده بالخشب، وعملت لها حواليها الفرو، بس أنا بحاول أنورها لكم لأني أنا كنت عاملة لها فيها إضاءة. ومنزله لها هنا كده زي نقط المية مع الكريستالات. زينا كده خلاص نورناها. عشان كده بالنسبه لكم الانوار واضحه ولا لا، بس نفس الانوار اللي انا حاطه لها في طوق باب الشقه عاملاها لها هنا على السحابه اللي موجوده قدامكم. ونزلت لها منها نقط الميه دي مع الكريستالات. عملت لها هنا افكار مختلفه عن اللي عملتها للعرايس التانية. اتفرجوا بقى ما شاء الله اللهم بارك على تفاصيل الجبسن بورد. هو كان عامل لها فتحات كده في الجناب زي بيت الستاير كده، كان شكلها لذيذ قوي مع تقسيمة الجبسن بورد بتاعها. بصوا بقى السجاد مع الورق الحائط مع الكابيتونيه بتاع السراير، شكل التسريحة بتاعتها وكل التفاصيل ما شاء الله كانت جميلة. الكومودينو بتاعها كان بينور في إضاءة كده بسيطة. شكل الستاير أو البلتكانة بتاعت الستاير نفس الكابيتونيه بتاع السرير بالظبط، فكان برضو شكلها موفق جدا بنفس الألوان. يعني تحية بصراحة للي عامل لها ستاير. وللعلم الستاير كانت معمولة عند روستيك اللي في الملاحة اللي في السويس. اما غرف الاطفال هي كانت جايباها من معرض في القاهرة اسمه فورنيتشن تاون. هي كانت جايبة الغرفتين بتوع الاطفال منه من القاهرة. اما بقية الغرف او بقية العفش كله كان من دمياط من حامد بسيوني. ومن معرض تاني اسمه لمسة برضو كان في دمياط. للعلم الغرف كلها كانت خشب، حتى الغرف اللي هي جايباها من القاهرة. انا اول ما قالتني فرنتشر انا يعني حسيت ان لا ده MDF. لا بس كان الخشب بصراحة كان كويس جدا. جودة الخشب ما شاء الله كانت عالية. عجبني قوي التفاصيل بتاعة التسريحة، وش الاسد وتفاصيل التسريحة برجولها الوانها هادية جدا. حطينا عليها مفرش وحطيت عليها الفيل ده بالسحابة، وكمان الفانوس ألوانه كمان كانت متناسقة مع الغرفة. الستاير والسجاد كانت ألوانهم برضو موافقة مع الغرفة جدا اللهم بارك. شكل الدولاب كمان كان حلو قوي، يعني في رسومات أطفال مع إن الغرفة أصلا مش عليها
رسومات اطفال صريحه، بس كان الشكل العام او التوتال بتاع التصميم كان مميز قوي، اللهم بارك. تعالوا بقى نشوف المفروشات اللي العروسه كانت جايباها. هنا مبدئيا اللحاف، وهنا بطاطين الاطفال، وجنبها بصوا هي اصلا اللحاف مرسوم عليه الزرافه المبتسمه دي، ربنا يجعلنا نص فرحه الزرافه اللي موجوده دي. حاطط لها هنا الملايات بتاعه الاطفال، وجنبها حاطين الفوط، وهنا حاطط لها فوط وعليها دفايه، وجنبها كوفرته للسرير الكبير، وتحت هنا بطانيه للسرير الكبير. وعايزه اقول لكم ان الزرافه دي عملنا عليها يعني حكايات. ما علينا، تعالوا بقى نشوف كده الضرفه التانية. هنا تحت هنا حطت لها بطاطين الاطفال، كان عليها مرسوم عليها ميكي ماوس، وهنا حطت لها الكوفرتات بتاعه الاطفال، وفي نص مفارش دفايه بتاعه الاطفال، وهنا حطت لها ملايات، وجنبها بعض الفوط، وهنا طبعا الزرافه المبتسمه، وجنبها هنا حطت لها بطاطين، بطانيه كبيره للسرير الكبير، كان برضو الوانها هاديه جدا وناعمه. وبكده خلاص المفروشات بتاعه الدولاب معانا خلصت. هناخد بس كده نظره سريعه في غرفه الاطفال، ونشوف شكلها عامل ازاي بتفاصيلها، حتى التابلوهات اللي هي كانت جايباها عليها برضو كانت رقيقه وجميله جدا ما شاء الله. اتمنى كده تكون الصوره بالنسبه لكم واضحه في كل الغرفه. تعالوا بقى نشوف الحمام الخاص بالجزء التاني او بالدور التاني، وكمان نتفرج على الركنه بتاعه العروسه. انا جايبه لكم التفاصيل كلها عشان الناس اللي بتزعل اني بصور بسرعه، انا صورت لكم بالراحه اهو كل التفاصيل. لو وصلتي معايا للجزء ده من الفيديو ما تنسيش تعملي لايك للفيديو يا جماعه قبل ما الفيديو يخلص. تعالوا بقى ندخل على حمام غرفه النوم، عملت لها شغل مميز فيه، يعني لحد ما كنت حاسه شكل الحمام حلو قوي، هما نفسهم حسوا ان التزويق بتاع الحمام كان لذيذ. تعالوا كده بقى ناخد نظره سريعه عن الحمام كله بتفصيله، ونتكلم عنه بأدق التفاصيل. الوان الحمام كانت هاديه، وبرضو عندها هنا الحمام السيراميك بتاعه، خصوصا الارضيه كان مات، يعني كان خشن ما كانش ناعم. تمام. وعجبتني ما شاء الله اللهم بارك الوحده. هي الاختلاف بين الوحده دي والوحده التانية ان هنا الضرفه اللي في النص كانت هنا متقسمه جزئين، تحت ضرفه كبيره فحطينا فيها الاطباق بتاعه الغسيل، اما هنا كان الدرج او الضرفه كانت متقسمه جزئين. ده شكل الوحدة بتاعة الحمام والحوض. حطت لها هنا بقى البرنس بتاع العروسة والفوط بتاعته، ولفتها لها كده بالورود مع الخيش زي ما انتم شايفين كده، وكان عندها صابون كده اشكال حطيناه على الصبانة، كان شكله لذيذ جدا. هنا المراية بتاعتها كانت مراية مضيئة فيها ليد يعني بتنور، واللي على الصابونه دي كانت صابونه من الصابون الاشكال اللي بقول لكم عليه، كان عندها ما شاء الله صابون مميز قوي شكله لذيذ. تعالوا بقى ناخد بقيه جولتنا كده في الحمام. والقعده بتاعتها كانت القعده اللي هي بيبقى السافون بتاعها مستخبي او بيبقى موجود في الحيطه، هو عملي ومش عملي، يعني انصح الناس تعمله وما انصحهمش. تمام. هنا الرفوف الازاز دي وزعنا عليها الشامبوهات بتاعتها والشاورات والحاجات الخاصه بالحموم، ذوات الشخصية. اما هنا بقى الفوط، عملت لها الفوط بالشكل ده، البشاكير منها او الفوط الكبيرة عملتها بالشكل ده، ودخلت جواها الفوط الصغيرة وحطيت عليها الورود مع الخيش. وبكده يعتبر احنا اتفرجنا على الشكل العام للحمام كامل. والدواسات برضو بتاعة الحمام كانت لون الفوط والبشاكير بتاعتها بالظبط. تمام. وبكده خلاص يعتبر الحمام معانا خلص، بس لسه الفيديو معانا ما خلص. ورجاء شخصي مني ليكم ان انتوا تشتركوا في قناة اختي لولي ابراهيم، هي قناة طبخ وفيها وصفات كتير جدا مميزة ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في قناتها فضلا منكم وليس امرا للي حابب. لينك القناة يا بنات في صندوق الوصف. صدقوني بجد هتستمتعوا جدا بالقناة. تعالوا اخر حاجة بقى معانا في الشقة، وهي الركنة بتاعة العروسة، وكان لونها كافيه رايق جدا، ودخلنا عليها الخدوديات اللي انتوا شايفينها دي، وكان كل الغرفة ما شاء الله فيها تناسق رهيب. اتمنى يكون محتوى الفيديو عجبكم. ما تنسوش تدعوا للعروسة دي دعوة حلوة من قلوبكم الطيبة ان ربنا يهنيها ويسعد في حياتها يا رب. واتمنى يكون محتوى الفيديو عجبكم. ما تنسوش تكتبوا كومنت كده حلو للعروسة برأيكم في شقتها، وان انتوا تهنوها وتباركوا لها باذن الله على الشقة بتاعتها الجديدة. كان معاكم ايتن عبدو صاحبة قناة فرش عرايس للسويسة. سلام عليكم.